السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة، ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو، فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. دعواتكم ليا ولولاد ولابن أحمد وملك ونصر وإيمان بالشفاء، ربنا يشفيهم يا رب شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين يا رب العالمين. ويشفي حماية وحماته ويشفي كل مريض يتألم، اللهم آمين يا رب العالمين. بالله عليكم كثفوا الدعاء لعيد لولادي، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب ويحوش عنهم ويحوش عن كل، يعني أقول لكم لو دب حتى بتتألم ربنا يشفيها يا رب ويحوش عنها. بص انا غايبة طبعا وواضح من صوتي، انا غايبة من زمان، بس والله يا جماعة يعني الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. احنا تعبانين خالص خالص، يعني كل اللي في البيت ما شاء الله ولا قوة الا بالله تعبانين، فالحمد لله رضا. فانا بقى كان عندي كمية شغل كتيرة اصلا، ورحت لجارتي، كان عندي برضو طيور وبتتصور. الفيديو ده يا جماعة متصور من زمان على فكرة، يعني بقاله يمكن والله العظيم داخل على 10 ايام متصور، يعني لا هو متصور امبارح ولا اول امبارح. انا اصلا كان عندي في اليوم ده طيور، طيور واوردر لازم يتسلم، وجارتي جاية تاخد مني فراخ، ويعني كان يوم مليان. بما ان اصلا جارتي بتبيع اللهم صل على محمد فاتحة خضار، يعني تاجرة في كل حاجة، طيور خضار ألبان كل حاجة. فكانت أخدت مني فراخ كمية يعني، فكانت أخدها مني اللي هو يوم الاثنين وهتسافر التلات وأنا هروح أحاسب الأربع. هو كده احنا بنتعامل على كده يا جماعة. أي حاجة أنا بحب أسوقها أو هي بتاخدها مني الاثنين، واللهم صل على محمد، وتسافر التلات ربنا يسهل لها ويرزقها، اللهم امين يا رب العالمين. وترجع على الاربعة تكون هي بقى، نروح بقى نتحاسب. فانا طبعا ما كانش عندي حاجة في البيت نهائي. الجزر بنجيبه مسافة ما بيبيت، بعمل باين عليه لسه ده في التلاجات يا جماعة ما طلعش. فكان عندها كرنب وطماطم، قفص الطماطم انا جايباه ب110 جنيه. جميل جدا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كان عندي التلاجة بقى مش كويسة يعني، ومش ماهيش مش نظيفة، بس أنا لازم إن أنا أنضفها تمام، لأن أنا طبعا متسوقة وعندي الحاجة عايزة أرصها على نظافة، وعايزة أغسل التلاجة وحابة إن أنا أغسلها وأشوف اللي فيها وكده يترحل. لو الفريزر ده بقى في حاجة هرحلها على الفريزر التاني كده. يعني أنا كنت شارية اللوبيا، والله أنا مش فاكرة أنا شارياها بكام، بس كانت سلفتي جايبها لنا من واحد جارنا، يعني كان زارع، بس انا مش متذكره. الخير طبعا لما بيجي مع بعض. لقيت والدتي متصله بيا وبعتلي الحاجات ديت، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لقيتها دي بقى زياده عن الحاجات اللي انا كنت شارياها. بدأت طبعا ان انا اعمل حاجة تدريجي، يعني حطيت المية على النار وكده، وبدأت ان انا اللهم صل على محمد اعمل الطماطم، اغسل الطماطم غسيل كويس، الحمد لله ربنا اكرمني بالمية كانت موجودة، واسلق الكرنب وكده. شايفين بقى يا جماعة الكارثة اللي حصلت؟ يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وان هي جت في كده. بس بقى الأوضة لطمتني بمعنى كلمة لطمتني. أنا طبعا غسلت التلاجة، رصيت الحاجة اللي فيها الحمد لله، فرست كل حاجة، وطبعا عاملة نظفت السرير ومسحت المروحة وكل الحاجات ده أنا خلصتها وروقت الأوضة. بنتي وهي بتفتح علشان تحط كيس، الأكياس بتاعت الشبت اللي أنا كنت مخرطاها والكزبرة وكده عشان تفرزها، الكيس ده قام واقع بالمنظر ده كده، كل اللي في الأوضة انشال تاني. برضه الحمد لله إن هي جت على كده، بس الأوضة دي يعتبر أخدت مني على ما نضفتها، لأنه طبعا الطماطم نطورت على السرير وعلى التسريحة، على كل ما فيها، والدولاب كل ده اتمسح. حتى اهو دول انا كنت غسلاهم ومنضفاهم، وادي المقشة، وقمت مسحتها وشلت الملاية تاني وروقت زي ما حضراتكم شايفين كده. وجيت ان انا غلطت بقى ان انا ما فرستش الطماطم، ما حطيتهاش
في الفريزر الكبير اللي هو الصندوق لما تجمد. بس انا كنت عايزه اغسله بس ما غسلتوش بصراحه، يعني لان ما كانش فيه وقت. كده الحاجه هي خرطت الجزر، خرطته تخريط كويس. ده الطماطم اهي يا جماعه اللي عملت لي الكارثه كلها. وكنت انا رحت علشان اسلم اوردر وكده، وكان العيش ايجا، فابو ايمان هو اللي فرزه. دي قشطه، هتشوفوا دلوقتي احنا عاملينها ازاي. طبعا البسله هي زي ما حضراتكم شايفين. الجزر طبعا حطيته في علب. دي العلب دي جميله جدا وبتوفر علينا المكان. انا اول مره اعملها لقيتهم متوفرين عندي، كان معرفش كنت شاريه فيهم ايه، فقلت لما اغسلهم. فما كانش عندي اللي هي الشنط بتاعه التغذيه. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لقيت العلب دي ففرستها، لقيتها جميله جدا. الغساله مسح التلاجة. عفوا يا جماعه انا مش مركزه والله، بس دعواتكم ليا كده ان شاء الله ربنا هيعيني ويقويني. كده. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طبعا في نفس اليوم ده، لان انا كنت هروح لوالدتي بعد المغرب. كان عندي اوردر الفراخ ده يا جماعه، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. فراخ طبعا الكل عارف ان هي ما شاء الله، كل اللي اخد منهم حاجه ربنا يا رب. يعني اقول ايه، مطرح ما تسري تمري، يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فراخ بيتي متربية على نظافة، وكمان متنضفة، يعني ما شاء الله. أنا لما بطلع أوردر بطلعه بضمير. فكان عندي الأوردر ده لازم يتسلم، وكان في أوردر برضو أنا كنت مجهزاه من قبلها بيوم، بس كنت هاخده في طريق، اللي هو الأربع فراخ دول. عملتهم ونضفتهم. كنت أصلا كنا عاملين كانون تحت، وقمت اللهم صل على محمد نضفتهم تحت وطلعت غسلتهم فوق. وادي فرخة هي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. قلت لما اذبحها لنا علشان كنت اعمل اكل للولاد. الفراخ الكابو يا جماعة او النوع اللي انا بربيه، انا بصوا انا مش هفتي لان انا مش عارفة نوع الفراخ ايه. تمام. فانا مش هفتي بصراحة، يعني انا مانيش عارفة، بس ده اللحم بتاعه في الصدر ماهوش في الوراك. طبعا قلت لما كيس الاوردر الاول بعت ابني كده ما لقاش والله اكياس، فقعدت ادور. لما لقيت الكياس مسكت الرجول حطيتهم في كيس، الكبد والقلوب حطيتهم في كيس، القوانص حطيتها في كيس، وكل فرخه في كيس زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وقمت مجهزاهم بقى وربطهم في كيسه معينه، لان بربط على كل كيسه اسمها، يعني الزبونة اللي بتشتري مني، يعني اسم الشخص اللي بيشتري مني علشان ما توش في وقت التسليم. فاللهم صل على محمد لميتهم كده. وده كان حمل كبير كمان. كان عندي لبن كنت شارياه، وانا بحب اروب اللبن. بتروبي لي يا رفية. انا اصلا في اليوم ده كنت مستعجلة، وكان كان ايجالي مشوار تاني يوم. والمشوار ده انا ما عنديش استعداد ليه، يعني فاهمين يا جماعة. فكان لازم اعمل له كماج، وكان شغل كتير كتير قوي والله العظيم. يعني انا يمكن انتوا تقولوا لا الشغل ده مش كله في يوم واحد. والله يا جماعة الشغل ده كله في يوم واحد، وكان بادئ تقريبا من 5 الفجر. يعني كان بادئ تقريبا من 5 الفجر. ده يعني كمان ايه، ان ولادي بيساعدوني، يعني ولادي بيساعدوني في شغل البيت، في علف الطيور. لا كانوا بيساعدوني كلهم. فقلت بقى لقيت اللبن راف، فقلت ما شاء الله ولا قوة الا بالله. دي كانت والدتي بعتها لي الجبنة الحادقة ديت ما شاء الله. جبنة والدتي 10 على 10 لا يعلى عليها. فقمت جيت بقى شلت الوش بتاعه حطيته في علبة كده. بابا لمه، يعني ان جمعت كيلو قشطة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، بابا اضربه واعمله زبدة. لو ما احتجتهاش في عجني، يعني لا في عمايل كيماج في كده، لو ما احتجتهاش خلاص. فكده طبعا انا كان عندي اللبن كده راب، وانا ما احبش اللبن، يعني اللبن خلاص راب. انا عايزه بقى ان انا ايه، اعمله بقى، اعمل جبنه. وكنت عاجن لان انت لما تحطيه رايب في الفريزر ويقعد له يوم ولا حاجه بزرد ميه يا جماعه، واحنا اولى بالحاجات دي. فالحاجه لما تكون صابحه بتبقى احلى. اخدت طبعا كده وعملت، وقمت جايبه شويه لبن رايب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وكان عندي 3 كيلو دقيق، ويا دوبك ربع سمنه، لان انا كنت عاملاه كماج مش قرص. يعني 3 كيلو دي حاطه لهم ربع سمنه يا رفيق. اي والله العظيم يا جماعه يمكن مش اكتر من ربع سمنه. بس حطيت فيهم ايه، حطيت في السمنه 3 معالق قشطه،
وسيحتها كده بالراحة، سخنتها بالراحة، وخليت السمنة والقشطة دي غلهم، لان انا ما بحطش، يعني قلت ايه علشان انا عاملة شوية كماك صغيرين لو ما تحطوش في التلاجة او ما فرستش منهم ما يبوظوش. انت لما بتقدحي السمنة في العجين ما مش بتبوظ العجين. تمام تمام. طبعا بقى كنا خلاص كده وصلنا لاخر اليوم بكل يعني اقول لكم بكل تعب بكل شقة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها علينا نعمة وما يحوجنا لحد يا رب العالمين، ويرزقنا كده، يعني يرزق كل من نفسه في حاجة، ربنا يرزقه، اللي يرزق كل راجل برزق عياله وبرزق بيته، ويسد دين كل مديون يا رب العالمين. بعتذر على صوتي، بس والله انا من قلة التصوير وكده انا حالي واقف. تمام. لان طبعا انا لما بنزلش فيديوهات مفيش ارباح مفيش فلازم ان انا لقيت لازم ان انا اضغط على نفسي واحاول ان انا اصور ومنتج، رغم ان انا بحب اصور والله، لان بحب تعليقاتكم وبحب الناس اللي بتسأل عليا. ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا. طبعا جيت بقى عملت الجبنة، وقلت بقى لما اقطعها كده، كنا بالليل يا جماعة ما شاء الله، عملت شوية جبنة كده علشان احطهم في ايه، تحطهم في ايه يا رفيق، احطهم في المش يا جماعة. سامعة ان كيلو الزبدة ب250 الجمسي، والبقر ب220 و230. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والجبنة بقوله ب70. انا ما اشتريتش ايا منهم يعني عامة، لان انا زي بقول لكم كده انا بشتري اللبن وبعمل متطلبات بيتي بايديا. تمام تمام. كده قطعت الجبنة وحطيت عليها ملح، وكمان انا عاملاها كويس فما زردتش مية خالص خالص خالص. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. حطيت عليها شوية ملح كتار، زي ما امي معوداني. الجبنة اللي بتتحط في المش، الجبنة اللي بتتحط في المش يا جماعة بتعمل عليها بترش عليها ملح كبير كتير علشان تزرد ميتها دي. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ما زردتش مية نهائي يا جماعة. فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون